الاهلي لبسنا الطرح في كل الالعاب. حد يشوف لنا حل، حد ينجدنا. بلاش تقابلوا الاهلي تاني في اي لعبه. لو شفتوه ماشي في شارع امشوا من الشارع التاني. محدش يعدي من قدام سور النادي الاهلي. مفيش لعبه غير وبقى بيغلبنا فيها وبيكتسحنا. الاهلي بيغلبنا في كره اليد في نصف نهائي السوبر الافريقي، وبيلبسنا الطرح لمره الرابعه على التوالي. في فرقه بتقابل فرقه 4 مرات على التوالي وبتتغلب منها للمره الرابعه على التوالي. بنشيل من اهلي في نصف نهائي السوبر الافريقي 4 مرات ورا بعض، وتقول علينا احنا ملوك الصجات وملوك الصلاه. انا نفسي اسال سؤال، نشجع بعد كده مين؟ نشجع سبورتنج ولا الاتحاد السكندري في كره اليد زي ما بقينا نشجع بيراميدز في كره القدم؟ الاهلي بيغلبنا سنه 2022 32 31 في نيامي، وبيغلبنا سنه 2023 27 24 هنا في مصر، وبيغلبنا سنه 2024 23 21 في الجزائر، والنهارده بيغلبنا هنا في مصر 31 27. نروح منه فين تاني؟ ها كيف لما نلبس له كده ما يعرفناش؟ ها نعمل ايه؟ نعمل ايه تاني؟ في ايه يعني؟ احنا السؤال، احنا في كرة القدم قلنا التحكيم وسحبوا مننا نقط، ولو ادوا للاهلي نقط، لو انتوا ظالمينا، لا والرابطه ظلمانه، واتحاد الكره ظالمنا. طب في كل الالعاب ها اللي بقينا فيها صفر اتمسحنا من الوجود. كرة يد، كرة طايره، كرة سله، كرة مائيه، بلي، شطرنج، النحله، السن الدحيبي. نعمل لكم ايه؟ نروح فين تاني من النادي؟ نستخبى منك فين يا اهلي؟ اهلي علم علينا في كل اللعبات بكل المقاسات بجميع الالوان، رجالي وحريمي، بكل حاجه. كنتونا وارحمونا. خلاص الاهلي خلاص قفلت هلا. الاهلي عمال يعلم علينا كل لحظه، مش بقول لك كل يوم، كل لحظه في كل حاجه يا عم حتى في الصفقات، يا عم حتى في كل حاجه، في كرة اليد وفي الصلاة بقينا ملوك الصاجات. قعدتوا تقولنا احنا بتوع الصلاة. طب فين الصلاة؟ مش شايف حد النهارده بتيجي تتكلم بس احنا بتوع كرة القدم. فين كرة القدم؟ انت بتقول ايه؟ قدم ايه اللي بتقول ايه؟ قدم النحس. ارحمونا، ده احنا مش نافعين في حاجة خالص، مش فالحين في حاجة خالص، فالحين في ايقاف القيد، فالحين ان احنا نصدر بيانات، فالحين في الشيكات المفتوحة اللي ما طلعتش مفتوحه وطلعت حاجه تانية اللي مفتوحه. بلاش نقل ادبنا. فالحين في القلعه، فالحين في الملط. ادينا ملطنا خالص، ادينا النادي الاهلي يعني قلعنا القدر، مشانا من غيره في كل اللعبات. حرام عليكم. جماهير الزمالك عملت ايه؟ عشان كده ويطلع واحد منتهي يقول لك انت مش زملكاوي. امال مين اللي زملكاوي اللي بيسقف للهزيمه؟ اللي عايز يقول النهارده ان النادي الاهلي ما كسبش؟ لا، النادي الاهلي كسب كل حاجه. النادي الاهلي خد كل حاجه، واحنا ما خدناش غير الهم والحزن والقهر. قهر الزملكاويه يعملوا ايه فيه؟ يناموا تنام الزعل ما خد انا ولا اصحى؟ ده انا الواحد بقى يسحب كوابيس، بقى بيقوم بينازح. حرام عليكم. اكلم مين؟ كابتن لبيب. حد يحس بينا، حد حاسس بينا؟ وصلوا لهم ارجوكوا. ايه ده اللي احنا فيه ده احنا خلاص مش قادرين نوصل بطلنا، ولا قادرين نمشي، ولا قادرين نتنفس. هيقعدونا على الجهاز التنفس الصناعي. حرام عليكم، ارحمونا وارحموا نادي الزمالك وجمهور الزمالك. الاهلي هو الصح، الاهلي معاه حق في كل حاجه. ما هو ما ينفعش يكسب كل حاجه ويبقى احنا اللي معانا الحق. ما كده نبقى بنضحك على نفسينا. نشوف بقى نمشي سالكين ازاي، نشوف بقى مال اليتيم مين اللي احنا واكلينه علشان يجرى فينا كده.